السلام عليكم. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا دايما في احسن صحة وفي احسن حال. معاكم اميرة من قناة ميرا شو. لو اول مرة بتشوفيني اعملي سبسكرايب للقناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو انا بنزله، واعملي لايك للفيديو لو عجبك، واكتبي لي كومنت حلو. بصوا النهاردة هعمل معاكم روتين يوم الجمعة، فقلت ان شاء الله اصور لكم يومي كله ويوم الجمعة بيبدأ ازاي. بصوا طبعا انا هنا الشقه صورتها لكم. طبعا انا كنت عاملاها لسه اول امبارح، فهي ما كانتش فيها حاجه، كنت مسحاها ومنضفاها وعاملاها كلها فكانت زي الفل. هنا بقى البلكونه، بصوا البلكونه باظت كده بسبب اني من ساعه المطره ما نطرت وعملت تلج وكده ما دخلتش عملتها. بقى الجو ساقع قوي بصراحه، ما بخشش اعملها، فلما عملت الشقه كان الجو برد وما دخلتش ان انا اعملها، فقلت اعملها معاكم يعني النهارده. فقلت افرجكم بقى على الشقه قبل. بص هي مفيهاش حاجه، والمواعين اللي انتوا شايفينها في المطبخ دي مواعين نظيفه، هما بس كام طبق اللي في الحوض، والبوتاجاز كمان كان نضيف بس قلت هغسله برضو تاني لما اقعد. وهنا اوضه الاطفال زي ما انتوا ما شايفين هي نظيفه، مفيش حد بيخشها. فهي الشقه كلها كانت نظيفه اصلا، هو بس كان فيها كام حاجه كده قلت اعملها علشان ما اسيبش الحاجه تتكوم عليا وبعد كده يعني انا راجعه احتاس، فبعملها اول باول كده عشان اخلص. البلكونه طبعا زي ما انا ما وضحت لكم انها ما كنتش بعرف اخشها لان بصراحه الجو كان ساقع قوي، وانا اصلا كنت غاسله المشايه بتاعتها وكنت مصبناها والله كلها، بس المطره بقى ما نطرت بهدلت الدنيا. بس الحمد لله. اوضه بقى النوم زي ما انتم ما شايفين انا ما غيرتش الفرش بتاعها، المفرش يعني اللي كنت فرشاه او كده، لانها ما بننامش فيها بقالنا يعني تقريبا من ساعه ما فرشناها ما نمناش فيها غير مره. من ساعه ما فرشت يعني ما نمناش فيها غير مره، بيبقى الجو ساقع يعني فيها وبنقول بننام في الصاله يعني يبقى قدام التلفزيون وكده. ف اللهم صل على النبي، صلوا على النبي يا جماعه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، عليه افضل الصلاه والسلام. فزي ما انتم ما شايفين نضيفه بقى ما فيهاش اي حاجه، هو احنا بس نمنا فيها امبارح بس. فقلت بقى ايه، قلنا يعني عشان نغير، قلت بقى اقوم ارتبها كده واعدل الدنيا وامسح بقى البلكونه واعمل ايه الشقه اعملها بالمكنسه كده زي ما انتوا يعني هتشوفوا دلوقتي. عملت فيها حاجات بسيطه يعني لانها كانت نظيفه، فالواحد لما يعمل الحاجه في الاول على طول بيخلص منها وبيشيل هم من على قلبه. بصوا بقى يا جماعه، النهارده انا الغدا بتاعي انتوا هتشوفوه دلوقتي. انا عملت فريك وعملت ملوخيه وعملت فراخ، جبت يعني وراك وعملت. كنت بصراحة محتارة مش عارفة اعمل اكل ايه وزهقانة وكده وعمالة بفكر مش عارفة اعمل اكل ايه، فجت في بالي ان انا اعمل فريك، واعمل فراخ واعمل ملوخية وبتنجان مخلل، فعملت كده يعني. المهم وانا بصور لكم اكتشفت ان انا وانا بعمل الاكل كل ده الكاميرا مش بتصور او التليفون فصل، معرفش ايه اللي حصل يعني، بس انا والله كنت متأكدة ان انا كنت مشغلة الكاميرا يعني وكده، بس معرفش صراحة ايه اللي حصل فخلاه ما بيصورش كده، ممكن هنج او كده مش عارفة بصراحة. فبعتذر جدا منكم ان هو عمل كده، ان انا ما صورتلكمش الاكل، بس والله غصب عني. بس انا صورته لكم بقى في الاخر، قلت اوريه لكم بعد ما عملته، علشان يعني احنا يعني كلنا عارفين الحيرة بتاعة الاكل وكده، مش عارفين نعمل اكل ايه مش عارف ايه، فممكن حد ياخد الفكرة يعني يعملها او كده لو محتار مش عارف يعمل ايه كده، فقلت اوريه لكم يعني عشان كده. وهنا خلصت المواعين وقلت اصب من الحوض، وبعد كده بقى ايه قلت هخش بقى على البوتاجاز دلوقتي اعمله. وطبعا الفطار بتاعنا النهارده ما صورتلكمش الفطار لان النهارده يعني الفطار بتاعنا كان يعني شربنا شاي بلبن وبقسماط وكده. عشان انا عملت الغدا على طول اصلا يعني انا قمت بدري، قلت الم الدنيا كده واظبط الدنيا قبل ما هما يقوموا منهم، فروقت الدنيا كده وعملتها. واللهم صل على النبي، وبعد كده عملت الغدا يعني وكده. ولما هما قاموا فعملنا الشاي بلبن وفطرنا، وبعد كده دخلت بقى انا عملت الاوضه لان هما كانوا نايمين فيها طبعا فمش هينفع اعملها وهما نايمين، فلما صحيوا من النوم دخلت عملتها. فعشان كده يعني ما جبناش فطار وكده، شربنا شاي بلبن يعني وكده، لان انا اصلا كنت حضرت الغدا خلاص. قلت اقوم وابدا يومي كده بدري، ما كانش ورايا حاجه بس قلت اقوم ابدا اليوم بدري باذن الله يعني، علشان اخلص اللي ورايا وكده ونفطر كمان قبل الظهر ما يأذن، واخلص الغدا وكده واقعد بقى يعني ارتاح شويه استجم كده. وهنا طبعا البوتاجاز زي ما انتم شايفينه خلصته. بص هو ما كانش فيه حاجه بس انا زي مش عايزة اكوم الحاجة عليا، فقلت لازم تبقى ايدي فيه على طول،
فعملته اللهم صل على النبي يعني. غسلته كده، حمرت عليه بطاطس امبارح يعني طرطش كده زيت، حاجة بسيطة. فقلت برضك مش هسيبه عشان ما يتكومش عليا، فقلت هعمله على طول. ويا جماعة عايزة اقول لكم حاجة بجد، الحوامل بتاعة البوتاجاز دي من اسخف الحاجات اللي الواحد ممكن يعملها في حياته بجد. حوامل البوتاجاز دي مقرفة جدا جدا ورخمة قوي بصراحة، ما بحبش اعملها ابدا. بس طبعا بنضطر ان احنا نعملها. تحس ان انت مهما انت هتغسلي فيها ومهما تعملي مش بتنضف يعني حقيقي بتنخل ايدك بجد، يعني تحسي ان ايدك هتتكسر من كتر ما انت عماله تعملي فيها وهي مش عايزه تنضف. بس طبعا لازم نعملها، مجبرين ان احنا نعملها. يعني هي حاجه سخيفه قوي، انا عن نفسي ما بحبش اعملها، من الحاجات اللي انا ما بحبش اعملها. بس طبعا مضطر ان انا اعملها، لان لو ما عملتهاش هتتكوم عليا وهتتملي، يعني هتملى كده دهون وحاجات، وهتبقى طبعا مش لطيفة خالص، وساعتها مش هنعرف نخرج بقى الحاجة اللي فيها خالص. فبنعملها. فلازم يعني كان قصدي يعني من الكلام ده ان انتي تخلي ايدك في الحاجة على طول، علشان خاطر ما تتكومش عليكي، وانتي في الاخر طبعا اللي هتعمليها محدش هيعملها غيرك. فهو ده كان قصدي يعني في الكلام. وزي ما انتم ما شايفين بقى هنا الركنة، قلت اشيل الحاجات المساند كده اللي عليها، اللي هي القواعد يعني بتاعتها، واعمل كده تحتيها. هي ما فيهاش حاجه، انا بعملها على طول كل ما بعمل يعني بعملها تقريبا كل يوم، لان كل يوم بعمل الشقه بالمكنسه، فبعملها بيها. فبعملها يعني بيها بالمكنسه وكده، فايدي فيها على طول، ما بتكومش يعني حاجه وكده. بس لو سبتها شويه، يعني مثلا لو سبتها يومين 3 او كده، عشان طبعا في ولاد وكده، بلاقيهم بيدخلوا الحاجة، يعني الحاجة بتقع بقى، لو في مثلا بياكلوا حاجة او كده بتقع، بتبقى يعني. جت في مرة كان في الصيف، وطبعا انتوا عارفين الصيف النمل يعني بيبقى عامل ازاي في الصيف. وكان اسيا واسلم كانوا بياكلوا حاجة، مش عارفة كانوا بياكلوا تقريبا بسكوت، والمهم وقع منهم في الحتت دي كده. ولقيت لكم الشقة يا جماعة والله العظيم كلها نمل. يعني المسند ده شيلته، كان كله نمل. يعني مش عايزه اقول لكم المنظر اصلا لوحده يخض. انا لما اكلمكم كده اقول لكم غير لما انتوا تشوفوا يعني الحاجه بعينكم. بجد كان المنظر صعب جدا جدا جدا. فمن ساعتها بقى وانا على طول ايدي فيها، كل يوم لازم اعملها كل يوم. وانا اصلا الاول كنت بعملها برضو كل يوم والله، بس هو تقريبا عدى يوم كده ما عملتهوش طبعا، فحصل فيه كده. فمقصدي يعني من الكلام ده ان انا بقوله لكم خلوا بالكم من الحته دي لو انتوا عندكم اطفال، من الشلت بتاعه الركنه دي بالذات او الانتريه. خلي بالكم منها قوي، لان لو في اطفال طبعا احنا مش هنقدر نحكم الطفل ان هو يلعب هنا او يعمل هنا او يقعد. فالاطفال يعني علشان يعني مش بيبقوا فاهمين وكده، فبيعملوا الحاجة بقى هم مش عارفينها، والعيل بقى عايز يكتشف كل حاجة ويعمل كل حاجة. فربنا يعيننا كلنا عليهم، ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة يا رب، اللهم امين. بصوا هنا بقى بعد ما خلصت غيرت بقى شوية حاجات كده في الصالة، عشان ايه؟ احس ان مودي كده مرتاح شوية. ايه مودي دي؟ مش فاهمة، ما علينا متاخدوش في بالكم. بصوا بقى، حطيت الدبدوب ده هنا مكان البوف، وحطيت البوف هناك، وحطيت الرنر الفرو ده بقى حطيته على ايد الركنة كده، وطبعا كنت بشغله قرآن. حطيته بقى. بصوا يا جماعه، ميزه الرنر الفرو والحاجات التحف اللي انت بتجيبيها في البيت دي كده، الحاجات البسيطه دي ميزتها بقى ان انت بتقدري تغيري منها زي ما انت ما عايزه. يعني تشيليها من هنا تحطيها هنا، تغيري من مود الشقه مش عارف ايه. فبصراحه بحب الحاجات دي قوي. الدبدوب ده بقى لو يعرف الاسم هيروح يبلغ علينا، يعني مش هيقول لا. لو يعرف الاسم هيروح يبلغ علينا وعيالي. العيال ممرمطينه وكل شويه اشيله من هنا احطه هنا، اشيله من هنا احطه هنا، غير العيال. فهو لو يعرف طريق الاسم مش هيجري على طول، مش هيقول حاجه. فانتوا بقى قولوا لي كده بقى ايه رايكم؟ والرانر لما حطيته هنا وحطيت البوف هنا شكلهم حلو ولا ايه؟ فقولوا لي رايكم. بصوا بقى هنا الاوضه، دخلت بقى بعد ما خلصتها، كانوا هما بقى طبعا طلعوا، فدخلت بقى عملتها، روقت الدنيا كده وفرشت المفرش تاني، وعملت عملت الأوضة بالمكنسة وعطرتها، ومسحت بقى البلكونة، مسحت الحيطان بتاعتها، ومسحت الأرضية، وعملت السجادة كده بالفرشة بتاعت البلكونة علشان تبقى نظيفة كده. يا جماعة حتى لو الجو برد ما تقفلوش الشقة، حتى لو الجو برد يفتحوا حاجة كده من الشقة، شباك، بلكونة، اي حاجة كده، لو تفتحوا حاجة بسيطة كده عشان تهوي الشقة ما تخليهاش مكتومة. وده اصلا غلط، الكتمة غلط، فانتوا حاولوا تعملوا كده.
بصوا هنا خلاص كنت خلصتها ورتبتها وخلصتها، وقلت بقى ايه دي هنا الاوضه، اوضه الاطفال. اوضه الاطفال دي بصوا والله العظيم زي ما هي، ما فيهاش اي حاجه. طبعا مسحت الاوضه، كنت لسه مسحها طبعا مع الشقه، بس مسحت حوالين السيراميك ده، بمسحه كل يوم عشان زي ما قلت لكم التراب الناعم اللي كنت قايله لكم عليه قبل كده. والاوضه زي ما انتم ما شايفين محدش بيخشها اصلا، انا ما بخشهاش غير لما بجيب يعني لبس للولاد او كده. غير كده الاوضه زي ما انتم ما شايفينها بصوا يعني ما فيهاش اي حاجه. بس كده. وهنا بقى كان الغدا بتاعنا، قلت اوريه لكم كده زي ما انتم ما شايفين. طبعا الفراخ حمرت على قد ما انا هاكل انا والولاد، كان محمد قال لي مش جعان يعني وكده، فما كلش، فحمرت انا والولاد يعني على. وجمعة مباركة عليكم، وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو انا بنزله، وتعملي لايك للفيديو وتكتبي لي كومنت حلو. وباي باي، مع السلامة.